السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. النهارده عندنا فيديو ان شاء الله يعجبكم باذن الله، ولكن قبل ما نبدا بالفيديو نبتدي بذكر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. انا هنا بقول لكم ان انا هعمل الرخامه، هغير شكلها، جايبه لها الورق الرخامي ده، وهقول لكم تجربتي معاه. انا عاملاه من حوالي يومين كده، بس طبعا بكسل من المونتاج والحاجات دي يعني. عندي هنا شريط الليد زي ما انتم شايفين، وهنحتاج مع شريط الليد الامير اللي انتوا شفتوه ده. تمام. بس قبل ما نبدأ بأي حاجة ما تنسوش تدعموني باللايك، اهم حاجة اللايك عشان يرفع الفيديو. تمام. طبعا جايبة الرول ده اللي هو بتاع الورق الرخامي زي ما انتوا شايفين كده. هو ده 5 متر. تمام. ال5 متر ب70، لو انتوا حابين تجيبوا ال3 متر ب50. بس هقول لكم طبعا على الاضافات اللي انتوا هتعملوها، واقول لكم في استخدامه حلو ولا وحش، ولو وحش هتجيبوا ايه. تمام. هنا عندنا ان انا دلوقتي بقيس وبقطع زي ما انتوا شايفين. بس اهم حاجة قبل ما نحط الورق الرخامي ده تكون الرخامة مغسولة كويس جدا وناشفة جدا، يعني تمسحوها وتنشفوها لغاية ما تبقى ناشفة مفيهاش حتى نقطة مية، عشان المكان اللي بيبقى فيه مية مش بيلزق فيه. تمام. هقول لكم تجربتي معاه. يعني انا بقالي يومين اهو. مش حلو، ما حبيتهوش. يعني كنت جايبه قبل كده ورق رخامي احسن منه الصراحه. وبعد ما سألت يعني، اللي انا اكتشفته او اللي انا عرفته بعد ما انا جبتها، ان الستيكر او الورق اللي هو احنا مسمينه ورق رخامي، في منه عند بتاع العربيات، او اللي هو اللي بيبيع المستخدمات بتاعه العربيات والحاجات دي. بتجيبي الستيكر من عنده بأي لون انت حباه، اسود ابيض، ما بيطلعش. وسألت حد كان عامله يعني بعد ما انا جبته، حلو قوي عندهم. وانا فاكره ان يعني هو ده اللي انا جبته. تمام. فطلع اللي هو بتاع العربيات احسن من ده بكتير، بس طبعا اغلى. تمام. يعني حوالي تقريبا المتر عامل 100 جنيه او 80 جنيه حاجه كده يعني. المهم، انا هنا زي ما انتم شايفين انا جبته وخلاص، وعوض على الله بقى. بس يعني هو حلو ووحش في نفس الوقت. يعني وحش في ايه؟ ان هو مش عملي، ما تقدريش مثلا تغسلي عليه حاجة، ممكن يتجرح، استخداماته هتبقى بسيطة كده. لكن في الشكل، وبصراحة غير لي شكل الرخامة تماما وخلى شكلها حلو قوي. وكمان انا عشان التصوير والكادر يبقى مظبوط، واللوكيشن بتاع التصوير يبقى حلو وواضح، كان لازم ان انا اجيب اللون ده عشان يفتح معايا الاضاءة، او ان هو يظبط معايا التصوير. تمام. فبصراحة انا بالنسبة لي اللون حلو قوي. لكن لو انتوا حابين ان انتوا تجيبوه اسود او اي لون تاني، على حسب الرغبة وعلى حسب ما انتوا حابين. طبعا هنا كان لازم استعير بصديق وهو جوزي، فانا كنت بشد وهو كان بيفرد معايا كده، لان ما كنتش متحكمه فيه. وفي نفس الوقت انا عايزاها تبقى الطبقه مظبوطه، ما تبقاش فيها حاجه متكعبله كده ولا كده. وطبعا جبنا المسطره عشان نخرج الهواء منها. اهم حاجه ما تخليش فيها هواء عشان تبقى شكلها حلو وما تبقاش مكسره مننا. تمام. بصوا بقى هنا لما ركبتها وخلصت، عايزه اقول لكم ان الشكل بتاعها فرق 180 درجه، 190 درجه. بقى شكلها حلو جدا، وكانها مش الرخامه طبعا. شكلها حلو قوي، وكمان على الطبيعه بتحسوا ان هي طبيعيه جدا. تمام. جبت هنا بقى الشريط الليد بتاعي ده عشان يوضح لي الاضاءه. وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتلاقوا التصوير متغير والجوده حلوه قوي. ان شاء الله ده يعجبكم وتنول رضاكم باذن الله، وتبقى حلوه، وهتعملوا لها احلى لايك. بصوا طبعا انا بعمل بالحته الصغيره، وبحط الامير وبفرد. بصوا هنا طبعا شايفين اللزق بقى عامل ازاي؟ ما شاء الله حلوه قوي قوي، والاضاءه بقت حلوه جدا. وركبت الشريط الليد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير، وانتظروا في الفيديو اللي جاي. باي باي.